أحداث هذه القصة يدور حول المقبرة والساحر الذي كان مدفون في المقبرة. كان أكو رجل اسمه حميد يشتغل في شركة كبواب، وأيضا يقدم شاي للموظفين وينظف الشركة وهكذا. يقول أنا كنت يعني شاب مجتهد، ووضعي المالي كان زين، وبعدين كنت أشتغل في شركة كبواب، بس صار سرقة في الشركة واتهموني إليه. قال أنت سارق، وطردوني من الشغل ومطوني كجزاء لي، مطوني راتب ذاك الشهر. قال أنا هم فكرت أنا عندي يعني مجمع فلوس، وهذا الفلوس اللي مجمعة ما يكفي، وكنت يعني حديث متزوج وعندي طفل صغير. قلت هذا يعني الفلوس يلي كنت موفره كان يكفي بس لفترة قصيرة. لهكذا حكيت مع أصدقائي، قلت أنا محتاج شغل، وطردوني من الشغل وتهموني بالسرقة. واحد من أصدقائي قال لي أنت ما تقدر، هم كانوا يشتغلون بالعمالة، يعني كانوا يشيلون أشياء ثقيلة وطابوقة وهيك أشياء. واحد من أصدقائي قال لي أنت ما تقدر تشتغل هذا الشغلة لأن إيدك بي مشكلة. أنا مشكلة إيدي كان لأن من كنت صغير إيدي انكسر وجبروه بطريقة غلط، من هذا ما كنت يعني أقدر أشتغل أي شغلة. واحد منهم قال لي أكو شغلة بالمقابر يحتاجون حارس، روح احكي وياهم بلكي شغلوك. هو قال أنا رحت حكيت وياهم، قالوا لي إيه إحنا نحتاج حارس بالليل، تعال من الاستمارة وبلش من باكر. قال أنا هملت الاستمارة ورحت للبيت. قال يوم الثاني أنا رحت على الشغل مالتي بالليل، رحت المكان الحارس، كان غرفة صغيرة يعني تليفون ولاسلكي وفالتلفزيون صغير. كان أني هم دخلت بالغرفة وسديت الباب. قال أشو بعد فترة صغيرة جاء لاسلكي الصوت، وواحد قال لي هلو أهلا وسهلا بيك بالشغل، أنا اسمي أحمد وأشتغل حارس لجهة الأخرى من مقبرة، أريد أشوفك بعد دقيقتين. قال أني هم هواية فرحت بأنني مو وحدي هنا بالمقبرة، وقال مو مشكل أني أجي. قال أشوفك تحت هذه الشجرة بعد دقيقتين. قال أني هم أخذت اللايت واللاسلكي ورحت على ذاك المكان اللي هو قال لي إياه. قال أني هم وانتظرت لحد أحمد جاء. قال أحمد قال هلا وشلونك وأهلا وسهلا بالشغل، انتظرني أنا أجي بعد دقيقتين. قال أنا هم انتظرت أحمد ما إجا. قال أنا هم خفت رجعت على الشغل مالتي الغرفة مالتي. قال أنا هم كنت قاعد أشو على غفلة شفت صوت صرير الباب المعدني. وقال أنا هم طلعت برا ومشيت على جهة الصوت لحد وصلت للغرفة صغيرة بباب معدني. قال أنا افتكرت هذا يعني مقبرة عائلية، بس الغرفة كانت صغيرة يعني ما كان مال مقبرة عائلية. ورحت يعني ردت أفتح الباب، كان مقفول الباب. قال أنا هم شفت يعني باللايت شفت داخل الغرفة. قال شفت قطة سوداء لياكل بالشيء مليان بالدماء. قالت القطة من شافتني اختفت، والغرفة الحياطين مال الغرفة مليان بالدماء أحمر، عبالي قاتلين واحد فيها والدماء ما تم تشري على الحياطين مال الغرفة. قال بعدين أني هم خفت، رجعت. قال أشو بعدين الباب انفتح وسمعت صوت زوجتي تصيح حميد ساعدني، حميد ساعدنا. قال أني هم ركضت أروح على يعني باب أفتح يعني أدخل بالغرفة. قال أحمد إجا
جرني من إيدي، قال أصلا لا تطب بهذا الغرفة، ولا يعني حتى لو زوجتك وابنك هناك بداخل الغرفة لا تطب لهم. قال أنا هم دفعت حميد وأحمد، دفعت أحمد وركضت على الغرفة. قال أحمد جرني من إيدي بالقوة وأخذني سحني لحد وصلنا لغرفة الحراس ودخلني بيها وقفل الباب، سد الباب. قال وراح. قال بعدين قال هسه أجي. قال أني هم منتظرته. إجا قال ناس نشرب شاي سوية. قال هو أنا مسوي شاي. قال شو أحمد طلع فشي من جيبه كباودر، فشي أبيض كباودر، وخلاه بالشاي مالته وخاطه، وشاي شو صار أسود الشاي. قلت له أحمد هاي شنو خلت بالشاي مالتك؟ قال أنا خو ما أقدر أكل سكر، هذا بدال السكر، أنا خبطت هذا الشيء بدال السكر بالشاي مالتي. وقال طلع من جيبه الحلويات مليان دود. قلت له أحمد هاي شنو تاكل؟ هاي شلون تاكله؟ هذا ما يصير تاكله مليان دود. قال لي لا أنت هسه ألقي لك واحد ما بيدود. قال أني هم جبرني آكل واحد ما بيدود يعني، بس قال أنا من أكلت واحد منهم حسيت فشي بحلقي بفمي يتحرك. قلت له أحمد هذا فشي يتحرك. قال جبرني أبلع بالشاي، طاني الشاي مالتي وبلعته ذاك اللقمة. قال بعدين ورا دقيقة شفت راسي يدور، دخت وشفت أحمد صار اثنين يعني، لأن عيوني قام يغوش. وأحمد جاب الشاي مالته يعني أنا كنت واعي شوية واعي، شفت أحمد شرب الشاي مالته إلي واختفى. قال أنا كنت يعني هيك مثل متخربط كنت أو كنت نايم. واحد دق على الشباك مال غرفة الحراس. قال أنا هم قمت ورحت مشيت هم اجى صوت الباب المعدني. قال أني هم مشيت لحد وصلت هناك، وهم شفت دا يطلع نار وهواي حريق صاير بالغرفة ذاك الغرفة. قال أني هم ركضت، قلت بركض يعني أروح أساعدهم، بعدين يعني أخابر واحد يجي يطفيه النار. قال أني من ركضت للغرفة ذاك الغرفة، قال انفتح الباب وأشوف واحد من وراء يعني دفعني داخل الغرفة وسد الباب علي. قال هاني قدرت أطلع ما أقدر أطلع. قال أشو من شفت يعني كان بذاك الغرفة من رحت له كانت زوجتي بي يعني تصيحني حميد ساعدنا. قال من أنا طبت بذاك الغرفة ما كانت زوجتي وابني يعني بذاك الغرفة، تحولت زوجتي إلى رجل قبيح وصوته يخرع. والطفل شال الطفل وخلاه بالتابوت بصفه. وأنا عبالي هذا طفلي يعني كان يشبه طفلي. قال أني هم ركضت على التابوت وطلعت الطفل. قال الطفل أشو كله يعني جسمه كله دماء ومشوه، الطفل هواي مشوه. قال لي إذا ما تسمع كلامنا، هذا الطفل قام يحكي وقال إذا ما تسمع كلامنا هذا القبر يصير قبرك. وقال أني من هذا شفت اتخربطت. قال أنا متخربطت. يوم الثاني فتحت عيني شفت نفسي بالمستشفى، وبعدين شفت مرتي قاعدة يمي. مرتي قالت أنت كنت فاقد الوعي عدة ساعات. قال أنا إيش جابني هنا على المستشفى؟ قالت أكو ناس راحوا يزورون قبور أهلهم، شوفك برا متخربط، وخبروا إسعاف وجابوك للمستشفى. قال أني هم ما قلت لزوجتي شي على مود لا تخاف. يوم الثاني خابرت المسؤول عن المقبرة وقلت أني بعد ما أريد أشتغل. قال بعدين واحد من أصدقائي قال لي أبويا يعني يعرف بهيك أشياء، تعال أخذك يمه على مود يحل مشكلتك. قال أني هم رحت يم أبو. قال أول ما شافني قال أنت جاي من ذاك المقبرة؟ قال قلت له إيه أنا جاي من ذاك المقبرة. قال هذا قبلك هم حارس إجا
وحليت له مشكلة، هم صار نفس المشكلة وياك، بس هذا الحارس بذاك الغرفة كانوا أهله فيه، يعني أمه وأبوه فيه، بس أنت كان زوجتك وابنك في هذا الغرفة. هذا الغرفة قبر واحد ساحر قوي جدا قوي. هذا الساحر أي سحر كان يسويه يعني يشتغل ويتحقق بلحظة. وهذا الساحر عنده جن يحرس قبره، وهذاك اللي انت تقول اسمه أحمد هذا مو إنسان مو بشر، هذا جن. والله ستر بأن يعني ما أذوك وبعد هم زين بطلت من ذاك الشغل. والثاني شيء يعني على مود مثل دعاء على مود الخوف مالتي يطلع من جسمي ويحميني من الشياطين والجن، وقصتنا خلصت.